فقد ايه؟ اراوند اسبوعين. وحياة النبي والله ده انا اقسم بالله كل يوم اطلع اعمل لك اعلانات. عايز وصف سريع لجهاز الاوندا بكلمه واحده. هيعمل طفره في ناحيه الجسم بدون جراحه. وصف للفيفاتشي بكلمه واحده. هوصل للجلد المشدود الهيلثي سكين. مي محمد. يوسف عطل. يوسف رفعت. مي عبد اللطيف. يلا قول اكشن. اكشن. دكتوره مي ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الست والحركات وبتاع؟ كله تحفه، بجد؟ الديزاين بالالوان بجد بيرفكت. حاجه جديده اللي عامله الكلام ده. لا، فينها بجد. مشوها يعني، ده كانت هنا ليه؟ ومشوها والله العظيم. وماتشنج مع لبسك والوانك. حلو قوي الوان. وانا برضو عامل ماتش، لابس نفس قماشه الانتري. طب احنا هنتكلم عن ايه بقى النهارده عشان مش عارف. انت قلتي لي ايه رايك في اللوجو الجديد ولا ما قلتلكيش؟ تحفه والوانه خطيره، والله. الديزاين حلو قوي ترندي وبتاع وكده جدا، عاجبني قوي. البنت ايه اوزو خربت الدنيا ديزاين. عامله شغل حلو قوي. صح بجد كلنا مبسوطين وبلال هو اللي لون. انا برضو ابني بيقعد يلون زي بلال بجد. التلوين حلو برضه. وانت ماسكه ورق ليه؟ طب انا ماسك ورق عشان هم هنا حاطين لي اسئله هسالها لك. مش عارفه، ما انا حاسه بس عشان نوفيلاج. عشان نوفيلاج دعايه يعني. بالظبط. طب ما تساليني والله العظيم، ابتدي انت اساليني. اساليني. حضرتك بتنزل تتمرن كام مره؟ ده بجد؟ مره في الاسبوع. طب ايه بقى حضرتك، ايه التمرينات اللي انت تمرينها ايه، عباره عن ايه؟ المره في الاسبوع زي ما بتيجي والله العظيم. لا بنزل اتمرن كتير بس دلوقتي كسلان قوي بصراحه. يعني مش حاطط بلان ان انت مثلا عايز توصل لشيب معين؟ نفسي طبعا حاطط ايه بلان. التارجت بقى؟ حاطط بلان بقالي مثلا 5 سنين بس ما بحققهاش. بسيطه هانت يعني. بس ما بحققهاش عشان مش ملتزم. هو بقى لازم ابقى ملتزم عشان احقق البلان دي. اكيد طبعا. طب ما انا ممكن اجي لك العياده وتظبطيني، تفسي حتت وتنفخي حتت وخلاص خلصنا. هو سهل بس برضه ما فيش غنى عن الرياضه. يعني لو قلت حضرتك الرياضه نستغنى عنها يعني احنا دلوقتي عاملين بودكاست وطالعين نقول للناس تعالوا بقى نوفيلاج عشان تخسوا وعشان تظبطوا جسمكم، ولا طالعين نقول لهم فككم من النوفيلاج وروحوا العبوا جيم؟ لا لازم يجوا لنا. لازم يجوا لنا كده كده صح. يعني هتروح الجيم مش هتروح الجيم. أيوة. تعال طبعا. طب احنا بنتكلم على حاجه كاتبينها لي هنا اسمها سليم ايج. سليم ايج دي جايه من نوفل ايج بالظبط. ده احنا كده بنحرف يعني. ايوه. وعلى اسم ايه سليم ايج دي بقى؟ دي حاجه هتعمل طفره بجد في عالم الخسسان والنحت وبدون جراحه. بدون جراحه حاجه كده ترند. ايه بقى؟ احكي لي عن السحر. ايه سليم ايج ده؟ دي عباره عن حقن انجكشن. حقن بالظبط كده. مش حقن، يعني هي بتتاخد في المره حقنه صغيره كده بحقنه الانسولين، عشان الناس ما تفتكرش ان هي حقنه وحقن وخيفه الكبيره اللي بتاعت توم وجيري دي. لا خالص، هي الحقنه الصغيره دي. الانسولين دي الصغيره ده خالص. بالظبط والله العظيم. بتتاخد بس جباره بقى، صغيره بس جبار. مفعولها سحري بجد، كاننا عاملين جاستريك سليف، يعني كاننا عاملين بالظبط عمليه تكميم معده بجد. بالظبط. ايه بقى بتعمل ايه يعني؟ دي بتخش خليني نرجع كل اللي في بطني؟ لا خالص ولا اي حاجه. هي بكل اسماء اصلا كان بطني عندي انتفاخ امبارح، واسماء قالت لي خد البرشام ده هيخليك ترجع كل اللي في بطنك. لا ده مش هنرجع. معلش انا اسف. فانت بتقولي حقنه تغنيك عن السليف والباي باس والعمليات الجراحه؟ بالظبط. مفيش حاجه اسمها كده يا دكتور والله العظيم. لا دي حاجه طالعه ترند بقى لها مثلا تقريبا 2 سنين. اهم حاجه ان هي FDA ابروفد عشان الناس بتبقى قلقانه، فهي حاجه ال FDA دي اللي هي منظمه الغذاء الامريكيه بالظبط كده. صح كده؟ الفيدرال دي اللي هي المنظمه اللي تبع امريكا يعني. صح كده؟ دي الجهه اللي بتوافق وترفض على الادويه والمواد الفعاله اذا هي سيف ان احنا نبدا نشتغل بيها ونحقنها او لا. فالسليم ايج هي ابروفد، فان انا اقدر احقنها بكل وانا مطمنه، ما بقاش قلقانه. انا عاجبني الاسم بتاع سليم ايج ده، حلو قوي. لازم نبقى ماشيين على نوبل. ليه بقى سليم ايج؟ عشان انت بتبقى سليم ان ايج ففت، فاهمه بالظبط. والله ولا انا بالف؟ لا بجد احنا معمول عشان كمان نوفيلاج بقى يبقى نفس الروح يعني. ماشي. فدي حقنه طلعت في الاخر وحقنه زي حقن الانسولين. هي عشان نبسطها للناس عشان ما يبقوش قلقانين منها. هي عباره بتعمل ايه اصلا في الجسم؟ ازاي كاني عامله عمليه تكميم من غير جراحه. ان هي اول حاجه بتبطئ عندي حركه الامعاء، فلو انا اكلت اي حاجه كميه بسيطه من اقل كميه جسمي هيفضل يمتصها في وقت طويل جدا، فاقل كميه هاكلها هحس ان انا شبعانه مثلا اكتر من 6-8 ساعات. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هي بتنظم لي مستوى السكر في الدم، فبتزود افراز الانسولين، لان انا دايما لو انا اكلت كتير الانسولين ما بيبقاش قادر يحرق الدهون، فهياخد الاكل بتاعي وبدل ما يحوله لدهون لا هيحرقه بسرعه ويطلعه بره الجسم. فانا كده حسيت بشبع، قللت حركه الامعاء، كلت كميات قليله جدا وظبطت نسبه السكر. ودي برضو سؤال، يعني حاجه هقولها، حاجه ان في ناس بيقولوا مثلا طب انا عندي السكر ممنوع ان انا اخدها. لا هي امنه تماما. لو حد عنده مقاومه انسولين، حد عنده سكر، بالعكس دي هتنظم له مستوى السكر في الدم. والاي وزن من اي وزن لاي وزن، يعني مثلا
اللي اوفر ويت، مش مليان شويه، ان حتى الناس اللي أيوة عندهم في ناس اصلا بيبقى عندهم اخر 5 كيلو دول، يعني عايزه توصل للبيرفكت بودي ويت بتاعها، ممكن في 5 كيلو بيبقى خلاص الجسم بدا يعاند معاها. والله العظيم انا بعاني في ال5 كيلو دول بقى 5 سنين بجد والله العظيم. انزلهم وارجعهم وبعدين انزلهم في مثلا في ايه، في شهر وارجعهم في نص ساعه على طول. اقسم بالله اكله واحده مع اسماء كبده وسجق اكله واحده. لا ما هو ده الحلو برضو ان سلام ايج بتخلينا ان احنا فعلا حرفيا انا كاني عملت عمليه تكميم معده بس بطريقه ناتشرال، ما قصتش معده ولا دخلت جراحه ولا اي حاجه، بس هي ان انا عملت شرينكينج لحجم المعده عن طريق ان احنا بقى طول البروتوكول بتاعنا بنبدا بقى نقول زي هابتس، هيلثي هابتس، ازاي ناكل، فبنغير اصلا فكر البيشنت في طريقه يعني ازاي هم شايفين الاكل، ما ياكلوش. في ناس بيبقى عندها كريفنج او ناس مش جعانه وعايزه تاكل وخلاص. بجد انا والله العظيم لا سلام ايج الحل لازم ايوه والله انا على طول مش جعان وعلى طول عايز اكل اي حاجه. لا دي بتقلل اي بقى حاجه مسكره، اي حاجه محدقه، اي حاجه. لا دي بتمنع الكريفنج اصلا وبتخلي بجد الشخص عايز ياكل لما يحس ان هو جعان. لدرجه ان انا جبت رايس كيك، عارفه الرايس كيك؟ حلو طبعا والله العظيم هيلثي وبتاع، المفروض اكل منه مثلا 2-3 في اليوم وبتاع، مثلا كلت 4 باك. انا عايز اي حاجه جنبي اكل منها فانا هاكل وخلاص. لا هي سليم ايج هتنفع معايا انا طبعًا. حتى انا باكل رايس كيك كده زي بتقفل الكريفنج جدا وفعلا بتخلي الواحد حاسس ان هو من اقل كميه مثلا لو كل معلقتين شوربه او اي حاجه يحس ان هو فعلا كانه قايم من على وليمه اكل. طب بيقول لك بقى كده في مثل مصري يقول لك مفيش حلاوه من غير نار. احكي لي عن السايد افكتس. هي تقريبا لسه هتعمل عقم؟ لا خالص. تعمل تشوهات في الاجنه؟ لا يا ساتر ليه كده محدش قال كده. هتعمل تشوهات في البشره؟ لا خالص. السايد افكت لو احنا ما خدناهاش تحت اشراف طبي ومشينا على البروتوكول الدكاتره هي اللي بتقول عليه اكيد هيحصل سايد افكت. يعني في حاجات كتير منتشره مؤخرا ناس كتير خدوها من نفسهم بتركيزات عاليه عملت مشاكل كتيره جدا، واكيد كلنا سمعنا مؤخرا ايه اللي حاصل. بس طول ما انا باخد حاجه انا عارفه المكان، اهم حاجه ان انا ابقى رايحه كلينيك مكان موثوق طبعا زي نوفيلاج، ما فيش مكان موثوق اكتر من كده، فانا هبقى عارفه ايه الماتيريال اللي انا هاخدها، الدكاتره اللي فيها دكاتره بروفيشنال، هنقول دايت بلان، هنقول بروتوكول. انت شاطره قوي يا دكتوره مي والله العظيم. انا اول مره اقعد معاكي بس شاطره، باين عليك شاطره. امال ليه ما بتعمليهاش 3-4 مليون جنيه في الشهر؟ يعني اتمنى والله. لا ليه ما بتعمليش يعني ايه الشطاره دي كلها؟ لا برافو والله العظيم. بس انا هديكي تارجت هنا قدام الناس بعد ما نخلص بس كملي. تمام. ودكاتره طبعا برضو كلهم بروفيشنال، فطول ما انا واخده الماده دي مع اشراف طبي وان احنا ماشيين على البريكوشنز والحاجات اللي احنا الدكتور هيقول عليها، عمري ما هيحصل لي سايد افكت ابدا. يعني دي حاجه احنا بنقدر يعني اضمنها للبيشنت ان هو مش هيحصل له ان شاء الله اي سايد افكت، لان احنا بنقول كل الاحتمالات. في ناس مثلا كتر الحقنه مثلا تديهم احساس بالشبع عالي، فهنبدا نديهم حاجات مثلا تقلل احساس. لو في حد عايز فوميتنج، حصل حموضه، بنديله ادويه. فاحنا يعني مغطين كل السايد افكت اللي ممكن تحصل، كل الاحتمالات اللي تخلي فيه سايد افكت بالظبط. فان شاء الله يعني ما فيش سايد افكت. صح بالظبط كده. طيب ودي بتاخد كل قد ايه بقى؟ هي المفروض ان هي تتاخد ويكلي، بس هي مش حاجه ثابته خالص، لان في ناس زي ما قلت حضرتك من شويه عندهم 2-3 كيلو 5 كيلو عايزين يخسوها، فهي ممكن تجيبها في اسبوع او اسبوعين، فمش لازم ان انا اخدها على اللونج تيرم. في ناس اصلا ما بتحبش تعمل دايت او بتكتئب. يعني انا فعلا في عندي بيشنتس كتير بيبقوا جايين دكتور انا مش عايزه اعمل دايت بس خسسيني، بس ما تقوليش كلي ده وما تاكليش ده، لان انا بكتئب ومودي بيقلب ومبقاش عارفه اشتغل، ما بقاش عارفه اشوف ولادي في البيت، ولادي بيهربوا مني، حاجات كده. فاسلام ايج احنا ممكن ان احنا نديها في الاول مثلا لو ناس مش عايزين يخسوا كميات كبيره كجرعات قليله مثلا مره او مرتين. في ناس بقى اللي هي الاوفر ويت لا احنا هناخد كورس. طب انا بجد هجيلك بكره اخد اسلام ايج دي. انت موجوده بكره فين؟ في سيتي ستارز. والله هجيلك بكره اخد اسلام ايج دي. هو حضرتك مش محتاجها؟ لا انا عايز، انا عندي شويه حاجات مدلدله هنا وهنا. يعني احنا ممكن في اسبوع او اسبوعين بالكتير حضرتك توصل للبيرفكت ايديا. بسلام ايج بقى ولا بالاوندا؟ اسلام ايج دي حقنه بتنزل التوتال بودي فات في الجسم كله. ايوه ده حلو ده. انما الاوندا دي حاجه تانية خالص. يعني يا دكتور دلوقتي كل الناس اللي عايز تاخد اسلام شوت دي، عشان الشباب كلهم هنا قالوا لك هيجي لنا بكره العياده، وواحد عايز يروح شرم الشيخ وبتاع، فانت موجوده في كل العيادات بتاعتنا؟ موجودين في كل الفروع، معانا تيم بيغطي كل الفروع. وسلام ايج دي موجوده في كل الفروع بالظبط. احنا عندنا حقن كتير قوي جدا، احنا اشترينا حقن كتير برضه. ايوه مستنيين، عاملين صفقه كبيره، عاملين صفقه حقن مش طبيعيه. ايوه. عايز اسالك سؤال، هو انا لما اخد بكره الحقنه باذن الله هخس قد ايه في قد ايه؟ انا هقول لك بس مشكلتي الاول عشان ما تقوليش كلام، عشان احنا دلوقتي بنسجل والكلام اللي هنسجله ده هناخد حقنه بكره. اسماء اللي قاعده هناك دي هتصورنا ونشوف. انا وزني اللي بحبه 85. اوكي. ده اللي بحبه.
اللي ما بحبوش بس ببقى برضو مبسوط 87. اوكي. ببقى كاره نفسي وانا 89 90. اكيد. انا 92. ماشي. لا هنوصل لل 85 والله متضايق قوي. هنوصل ل 85 في قد ايه؟ هو اول حاجه بيعتمد ان احنا لازم نعمل في قد ايه؟ يعني مثلا اراوند اسبوعين. وحياه النبي ده انا اقسم بالله كل يوم اطلع اعمل لك اعلانات لو انت خليتيني 85. ماشي احنا ممكن. طب وننزل فاتس بس مش عضل؟ لا طبعا عضل. لا ما يعني هي دي يعني انت وانت بتحطي الحقنه هتقول لها مفيش عضلات مفيش عضلات يا حقنه. دي بقى دي الحاجه السر بتاعي. ده سر المهنه. ان الناس تنزل فات ما ينزلوش عضلات. اصلا لو انا خسستهم عضلات يبقى انا كده. اصلا انا بصوم 20 ساعه. اوكي. يعني انا لما بكون مثلا 90 كيلو وعايز اخس انا كيوسف يعني بجد انا ما جربتش اي نظام دايت ومش هجرب. اوكي. حتى لو قالوا لي بص لو خدت الدايت ده هتخش الجنه. لا انا مش ما بحبش الدايت ابدا. احنا مش هنعمل دايت اصلا. ما انا بس بشرح لك عني. أيوة. فبعمل ايه عشان اخس؟ بصوم. جربت اصوم 16 ساعه. حلو. وبعد كده ما جابتش نتيجه. 16 ساعه معايا حلوف ما تفهميش. لا الانترميتنت فاستنج بيبقى ليه رولز معينه ما جابش نتيجه على حسب بقى حضرتك عملته ازاي. ما جابش نتيجه. ماشي. لحد ما كنت في امريكا مره من المرات واحد صاحبي قال لي صوم 20 ساعه. كتير قوي. صمت 20 ساعه بقى. صمت 20 ساعه شهر. نزلت كنت 95 نزلت بقى ال 85 دي واتبسطت جدا جدا. وكان في دواء بيجربوه على الحيوانات. ده بجد. واحد صاحبي انا مش صاحبي ابن عمي ده بيدرس حاجه كده ليها علاقه بالكيمستري. يعني هو كيمست وبيدرس حاجه ليها علاقه بالادويه وتصنيع الادويه and so on. فقبل ما الحاجات دي بتاخد ابروف من FDA في امريكا بيجربوها على الحيوانات وبعد كده يجربوها على بني ادمين بليفل معين وبكونديشنز معينه وبعد كده تاخد FDA فتنزل الماركت. فكان مشروع التخرج بتاعه هو واصحابه كان بجد كان ده انا بحكي لك قصه حقيقيه. كان الدواء ده وجربوه على الحيوانات ونجح جدا وبعد كده جربوه على بني ادمين جوه الجامعه. دواء ايه بقى؟ بيخسس حاجه كده بتعمل فات بيرن يعني وفات بيرن الفاتس بس وبتاع بس حاجه فيري 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 افكتيف. وقال لي يوسف ايه رايك تشتريه؟ وكان غالي جدا. يعني السبلمنتس الطبيعيه مثلا يبقى الحاجات دي بيبقى ثمنها كام مثلا في امريكا؟ $30 $40. يوم ما تبقى حاجه غاليه قوي تبقى ايه؟ تبقى ب $70-80. ده كان ب $350. وقليل قوي وهو دوز 30 واحده بس وبتمضي على كونسنت كده مرعب. عشان انا ما فهمتش من الكونسنت ولا حاجه. ابن عمي هو اللي قراه لي وانا بعد ما قراه لي ما فهمتش حاجه فترجمه لي ففهمت ومضيت وخدت البتاع ده. هو ده مع الصيام مع مش عارف ايه نزلني 10 كيلو بس بجد. قد ايه بقى؟ في شهر. وحضرتك زدت بقى رجعت تاني ولا؟ رجعت طبعا مكرونه بشاميل بقى وباستا بقى وجبن بقى. عملت كل اللي حققت كل احلامي في الاكل. اتبسطت ما خسيت فاتبسطت فقلت تعالى. بس لما تخنت بصراحه ما بقيت اطلع بقى ل 83 سوري بقيت اطلع ل 87 انزل تاني يعني اطلع ل 88 يعني. وبقى لي 3-4 سنين على كده. وبعدين بستهبل زي ما انا مستهبل كده والبس واسع واقول ده موضه. 92 اقسم بالله 92 زعلان قوي. طيب احنا ممكن نعمل تحدي زي حضرتك قلت تيجي وتاخد السليم ايج ونشوف هننزل قد ايه خلال قد ايه وحضرتك تحكي بقى ريال اكسبيرينس بالحقنه واخد 50% من الفلوس اللي انت هتاخديها من العيانين. انا مش هعمل ريت انا انفلونسر اصلا. ماشي انا موافقه. ماشي والله هتدفعي لي طبعا واعمل حقنه ببلاش. اوكي كل الحاجات احنا قلت حضرتك عاملين صفقه حقن عاملين صفقه صح. أيوة. ماشي براحتنا. طب اسالك على حاجه تانية. الحقن دي ازاي بتشتغل على حرق الدهون بقى؟ ده سر المهنه انت قلتي لي ولا ده هنجاوب عليه؟ يعني ممكن نقول احنا زي ما في الاول شرحت لحضرتك ان هي بتشتغل على ان هي بتقلل حركه الامعاء وبتزود امتصاص الاكل في المعده. فيعني دي حاجه بطريقه بسيطه قوي. هي طب بجد هي لو انا سوري فور انتربشن هي لو بتقلل حركه الامعاء مش هتعمل مشاكل في القولون؟ لا بالعكس هي اصلا بتريح الناس اللي عندها مشاكل في القولون. لان انا اصلا كمان في والله العظيم انا عايز اقول لك قومي هاتي الحقنه دلوقتي تعالي اديها لي. والله هي سحر وتحفه بجد يعني. لان هي اصلا بتعالج لي مشاكل كتير. ولان انا في الاول بنعمل زي نيوتريشن بلان معينه. فاول اسبوعين احنا خلاص عرفنا فعلا نعمل شرينكينج لحجم المعده. فحتى حضرتك لما تيجي تبدا تاكل بقى عايز تاكل البشاميل والاكل الحلو اللي كلنا بنحبه ده هتحس ان الاكل ده بقى تقيل على معدتك. انت عايز تاكل حاجات خفيفه حاجات هيلثي. فبجد الحقنه بتخليك انت عارف تاكل ايه وان انت تكون بيكي في نوع الاكل اللي انت تاكله. لان انت لو يعني في ناس كتير خدوها ومثلا وقت وجبه الفري يا دكتور احنا هناكل اقول لهم كلوا اللي انتوا عايزينه ويجوا بعديها باسبوع دكتور انا اكلت
مثلا سي ساندوتش البرجر، هم بالظبط فعلا كلوا قطمتين او ربع الساندوتش، بعديها بطنهم وجعتهم لان خلاص معدتهم بقوا حاسين ان هي خفيفه مش قد بقى الدهون والحاجات المقليه والحاجات التقيله دي، ما بقوش قادرين، فبقوا يقولوا يا دكتور احنا مش عايزين يوم فري اصلا، احنا هي دي اللايف ستايل بتاعتنا، هو ده التارجت، ان لما انا اخد الحقنه واوصل للتارجت ويت بتاعي ما ارجعش تاني، ما افرحش ان انا خسيت 10 15 20 كيلو وارجع ازيدهم تاني ان انا افتح في الاكل. هي خلاص عملنا شرينكينج للمعده. هو لازم الشخص يكون بيلعب رياضه وهو بياخد الحقنه دي؟ لا مش لازم، في ناس كتير قوي ما بتبقاش عندها وقت اصلا ان هي تعمل رياضه او ما بتحبش، او في ناس كبيره في السن. انا مش موافق على الكلام ده بصراحه. ليه؟ حاسس ان مفيش حاجه اسمها محدش عنده وقت يلعب رياضه او مش موافق او كبير في السن. يعني مش عارف، انا ما كنتش بلعب رياضه على فكره طول عمري. يعني 2017 دي من كام سنه؟ 6 سنين، وانا عندي 38 سنه. انا كنت ما بلعبش رياضه وانا طول عمري عندي 31 سنه. انا دلوقتي عندي 38 سنه. فرق طبعا بين ما كنت فرق بقى وانا بلعب رياضه وما بلعبش رياضه طبعًا. فرق شاسع. فانا بحس ان مفيش حاجه اسمها ما تلعبش رياضه، لا انت لازم حتى تمشي أكيد. تجري في المكان بالظبط، تضرب عيالك، تجري ورا مراتك، نعمل اي تعمل لازم يعني. هو كلامك 100% صح، بس هي فكره ان فعلا ضغوطات بقى الحياه، الشغل، المدارس، الكلام ده كله، في ناس فعلا الدكتور والله بحس ان دي حاجه برضو. يعني مش هقدر اجبر بقى الناس، يعني انا بحاول احنا ما نقدرش نجبر الناس، بس احنا بس من حق اقول رايي يعني. اكيد طبعا لازم يعني حجه اللي مش عايز يلعب رياضه ده بيتحجج، فكك مني بقى، لا لازم نلعب رياضه. بحس ان الرياضه دي جزء مهم من الحياه، بس هي مش لازم على ان انا لو خدت الحقنه فلازم العب جنبها رياضه. هو الاحسن طبعا كشيب بقى، وان انا ازود نسبه الماسلز عندي وكل الحاجات دي، بس يعني الرياضه لا غنى عنها المفروض. بس لكن في المطلق فعلا العقل السليم في الجسم السليم. اكيد طبعا. ليه طيب الجمله دي؟ اصلا بس مش عايز اخلي البودكاست ده بيتكلم بس عن الحقن وبيتكلم بس عن الانجكشن، يعني برضو عايز يبقى ليه جوانب كده ايه تانية تافهه او مش تافهه. هي دي مش يعني تافهه، يعني جوانب حقيقيه، فاهمه؟ هو فعلا العقل السليم في الجسم السليم. اكيد طبعا. احنا يعني انا دايما بقول الكلمه دي، طول ما انا صحتي الداخليه كويسه ده بينعكس على كل حاجه، بينعكس على شكلي، بينعكس على طريقه تفكيري. كل ما انا اصلا عندي الانر بيس بتاعتي نفسيا انا كويسه، هيتعكس على طريقه التفكير بتاعتي، طريقتي في الشغل. طب انت مش عايز تساليني على حاجه؟ طب حضرتك قول لي ايه رايك في تيم نوفيلاج، في الدكتورز؟ انت شايف ايه الفيجن بتاعتك في النيو استراتيجي اللي حاصله دلوقتي في نوفيلاج عامله نقله كبيره جدا في الاستراتيجي، من اول الماركتينج، الديزاينز، الحاجات دي. والله مبسوط جدا جدا جدا. هاويفر ان الفضل كله يرجع للتيم، مش ليا انا، وخاصه يعني اسماء بجد ودكتوره هبه بجد، هم عاملين افورت كبير جدا، ووراهم بقى تيم الماركتينج سواء نريمان، نازك، كل الشباب اللي في الاوفيس والشباب اللي موجوده معانا كلهم. موروفر بقى 135 دكتور. هبه عامله يعني افورت كبير قوي في الموضوع ده بصراحه. والاكسبانشن بلان اللي احنا بنعملها برضو مخلياني مبسوط، وخاصه احنا بنفتح دلوقتي فرعين من اكبر فروع الاستاتيك في مصر. يعني دي مفاجاه حلوه، وعمالين نشتري كميه حقن مش طبيعيه. صفقه الحقن بتاعتك وصفقه الحقن بتاعت سكين بوستر، بنصرف كل فلوسنا على الحقن دلوقتي. ربنا يستر. طب اسالك سؤال، هو الحقن دي بتشتغل على اماكن معينه في الجسم ولا اماكن لا؟ سليم ايج بتشتغل على دهون الجسم كلها، يعني تقريبا بنقدر ننزل اكتر من 25% من نسبه الدهون في الجسم كله. فهي بتعمل لي شيبنج حلو قوي، مش مثلا لما بخس بلاقي اماكن دهون في اماكن واماكن لا. احنا عملنا زي ده شكله وحش قوي لو اماكن دهون بالظبط. فعشان كده سليم ايج لا، هي بتنزل الدهون. في ناس بيبقى عندها المنطقه الابر فيها دهون كتير، اللور لا، فاحنا بننزل الدهون كلها عشان يبقى الشكل في الاخر يعني نوصل للبيرفكت بودي شيب. طب سؤال تاني بقى، احنا عندنا حاجات كده كنيتريشن ديبارتمنت جوه نوفيلاج اكيد بيشتغل على مناطق دهون معينه. يعني لو واحده عندها دبل تشين مثلا وعايزه تعملها، ممكن تشتغل عندها ساجنج هنا، فممكن ده بقى الميزوثيرابي. الميزوثيرابي ده في منه كذا نوع، لان الناس فاكره كلمه الميزوثيرابي ده حاجه واحده ان انا بفتت دهون، وده مش صح. دلوقتي بقى طلع فيه برودكتس كتير قوي، في حاجات بتتكلم عن الساجنج سكين زي ما حضرتك قلت. الناس مثلا هي اصلا وزنها مثالي بس عندها مشكله في ترهلات الجلد، فهنحقن نوع ميزوثيرابي حاجه بتحفز الكولاجين والالاستين، فالاقي ان الجلد عندي بدا يتشد، فبدا الشكل يبقى حلو. في ناس مثلا عندها مشكله السيلولايت، فانا محتاجه اعالج مشكله السيلولايت. في ناس طبعا عندها نسبه دهون في اماكن واماكن لا، زي ما حضرتك قلت مثلا دبل تشين، فلازم هبدا بقى احقن لها حاجه تفتت الدهون، بلس ان انا احقن لها ميزوثيرابي نوع تاني حاجه تشد، عشان ما بقاش فتت الدهون وحصل عندي ترهل اكيد في المكان ده مش هيبقى حلو، فيبقى انا عملت ليفتنج للوش بشكل كويس. عايز اسالك سؤال تاني عشان الميزو لايبوليسيس او الميزوثيرابي اللي انت اتكلمتي عليه. احنا برضو عندنا شويه اجهزه ليها علاقه بالماكرو نيدلينج RF.
هل انت بتستخدمي بقى الاجهزه بتاعه المايكرو نيدلينج ار اف زي فيفاتشي اللي عندنا او زي سيكريت ار اف؟ تحفه. حلوين جدا ان هو بيعمل لي تايتنينج للجسم. وده بنعمل بيه ايه بقى؟ السلولايت؟ يعني انت بتجيبي نتائج في السلولايت مش طبيعيه المفروض بقى في الساجنج سكان بالذات بقى الناس الماميز بعد الولاده بيحصل عندي طبعا في منطقه الابدومين ساجنج سكين جامد، فبنستخدم الاجهزه دي مع مثلا برضو بنعمل ميكس بقى كومبايند ثيرابي بكل حاجه نقدر نعملها وعلى حسب الكيس. في ناس بيحتاجوا بس مثلا ميزو ثيرابي، في ناس بيحتاجوا بس ميزو الاوندا، في ناس لا بيحتاجوا مثلا ان احنا نعمل السيكريت ار اف، يعني نعمل كذا كومبايند ثيرابي عشان تبقى مثلا ان احنا بقينا في ستيج عاليه من الترهل، فحاجه واحده مش هتجيب معايا نتيجه. اوكي، فاحنا مثلا على السلولايت عندنا كومباينيشن اوف الفيفاتشي مع الميزوثيرابي مع الاوندا مثلا، مع الاوندا، فاحنا ممكن نحقق نتائج في السلولايت بيرفكت بودي شيب طبعا، وفي وقت قليل جدا، في 2 سيشن في 3 سيشن. في حاجات عايزه اقول لك ان هي من 1 سيشن immediately بيبان الريزلت اصلا في السلولايت. ده يودينا بقى لشويه الاجهزه اللي عندنا في العيادات. احنا عندنا جهاز اسمه اوندا، وعندنا جهاز احنا هنتكلم على فيفاتشي اكتر. اوكي، فيفاتشي اللي هو زي السكريت ار اف بالظبط، دبس 3.5 وبيشتغل برضو بتب. احنا عندنا بقى اجهزه سكريت ار اف، وعندنا اوندا، وعندنا فيفاتشي صح، وعندنا ميثيرابي والسليم ايج مؤخرا والسليم ايج بقى مؤخرا والسليم ايج ريسنتلي. فان الكومباينيشن اوف الحاجات دي دلوقتي انت بتوعدي عيانينك بايه؟ يعني في عيان ممكن يبقى جالك مشكله تقول لا مش عندي علاج، يعني ما يعني الحمد لله ما صادفتنيش، يعني اي حد جالي لا الحمد لله الحل بتاعه في اقل ريزلت، والسيشن بتبقى بالنسبه لهم مريحه قوي، لان احنا بنحاول ان احنا نلعب مش هي حاجه سواء كل الديفايسز اللي حضرتك قلت عليها دي مش حاجه تجميليه مؤقته وهتروح، لان ده اكتر سؤال بيتسالني يا دكتور طب انا ممكن لو انا بطلت وقفت خلاص السيشنز بتاعتي هل ممكن ارجع تاني الدهون؟ هل السيلولايت ممكن يرجع؟ هل الساجنج سكين؟ لا ده مستحيل ان هو يحصل، لان احنا بنعالج كواليتي السكين من الديب لاير، من اول الفات سيل بكل اللايرز اللي فوق، بخلي الجسم يطلع الكولاجين الالاستين بتاعه. فانا عملت حاجه وصلت لشكل جمالي خارجي حلو، وان انا كمان عالجت مشكله مستحيل ان هي ترجع تاني بعد ما نخلص الجلسات بتاعتنا. هقول لك شويه اسئله وانتي وعايز وصف سريع لجهاز الاوندا بكلمه واحده. هيعمل طفره في ناحيه الجسم بدون جراحه. وصف للفيفاتشي بكلمه واحده. هوصل للجلد المشدود الهيلثي سكين. سليم ايج مش هينفع كلمه واحده دي، ده مش هينفع كلمه. لان هو عامل فعلا طفره وعامل نتائج مبهره. انتي بتعملي بقى كل الجلسات بتاعت كل الاجهزه بايدك وخاصه الاوندا ولا الاوندا لا؟ لا الاوندا لا، هو انا بظبط البارامترز والباور والدوز وكل حاجه في الجهاز، وفي تيم بقى هو اللي بيشتغل السيشن. طب مثلا فيفاتشي او السكريت ار اف؟ لا ده انا اللي بشتغله. بتشتغلي بايدك؟ لان ده بيبقى محتاج تكنيكس معينه. لازم ان الدكتور هي اللي تبقى واقفه على السيشن وتشوفي الفيدباك بتاع السكان وتغيري اند سو اون، صح كده؟ لازم نتابع مع البيشنت. في بقى تحضيرات ما انا هعملها قبل ما اجي اخد السليم ايج او قبل ما اجي اعمل سيشن الاوندا او اي حاجه؟ الاوندا لا، يعني مثلا انا بقول البنات ان هم بس ما يبقوش عاملين ليزر قبليها، ما يحطوش بقى اي كريمز او بودي ميست، عشان بس ان الجهاز بيبقى فيه كول ويفز وفيه شويه حراره، بس ما يحصليش اريتيشن للجلد. اوكي. مفيش يعني تحضيرات كبيره قوي. بس بعد الجلسه مثلا الاوندا لا، احنا لازم بنتمشى، لازم بنشرب ميه، بنعمل زي نوع كده ليمفاتيك مساج عشان نحسن الليمفاتيك درينج بتاع جسمي، عشان يطلع بقى الدهون اللي انا فتتها، او ان هو يبدا يحسن الكولاجين. ده بالنسبه للاوندا. انما سليم ايج انا بس لو حد خلاص جاي مقرر ياخدها هقول لهم اليوم ده كلوا اي حاجه انتوا نفسكم فيها، مش عشان ده اخر يوم هتاكل فيه يعني لان احنا بقى خلاص بنبدا بروتوكول جديد كاننا عاملين سليف، بس طبعا بيبقوا الاكل النيوتريشن بلان بتاعتنا بتبقى شويه الناس بتحسها ان هي ستريكتد قوي، بس هو انا بوعدهم ان هم ما بيبقوش حاسين باي جوع، بالعكس هم بيبقوا حاسين انه ده كتير مش قادرين يكملوا البورشنز اللي انا قلتها، فبقول لهم ياكلوا اي حاجه يتبسطوا بالاكله دي لحد ما نبدا بقى الحوار. عايزك بقى تبصي للكاميرا دي كده وتعملي لنا اعلان عن السليم ايج. هقول لك 3 2 1 وحامد هيقول اكشن، وابتدي تخيلي ان في مزيكا شغاله في ظهرك وفي حاجات بتطلع حواليكي كده والله العظيم، وجربي تعملي اعلان كده، نعد لحد 10 يكون الاعلان خلص. يعني 3 2 1 اند اكشن. سليم ايج عامل طفره وعامل قلبان الفتره الاخيره، وهو فعلا ترند وقدر يحقق نجاح كبير جدا. لو اي حد متردد ان هو يدخل رحله الدايت، تعالوا عيادات نوفيلاج وجربوا سليم ايج بنفسكم، وانتوا هتشوفوا نتائج مبهره في اقل وقت. والله العظيم حلو، سقفوا لها والنبي يا جدعان. طب عايز اسالك سؤال تاني، انت عارفه نوفيلاج دي فتحت امتى؟ هعمل كاونت داون من 10 لحد 1. عارفه نوفيلاج فتحت امتى؟ 10 9 8 2011 7 غلط، 10 6 غلط، 5
14 حد غششك يا حد غششك مين القلب اللي غششك. والله شكرا جدا يا دكتور مي، بجد اتبسطت جدا انا وانا والله العظيم. شكرا. شطوره. وعايزين صفقه الحقن دي نخلصها بسرعه والنبي. ماشي حاضر عشان ندفع الفلوس اللي علينا. ايوه لا هتتنسف ان شاء الله. شكرا باذن الله.